السلام عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع المادلين، انا بعد نسميه سلاك الحاصلين. يجي خفيف خفيف ريشه وسهل، ديريه في ضربه، ما تقعدي تطلعي في البيض وكل حاجه وحدها، ديريه في كل شيء في خطره ويجي خفيف ويجي بنين وسهل بزاف. المهم هنا حبيبتي غادي نديرو 2 حبات تاع البيض مع نص كاس حليب، نص كاس سكر، ونص كاس زيت، شويه تاع لافاني، وكاس تاع الفارينه، وواحده تاع لا ليفور. هذا ما غادي نسحق. كما راكم تشوفوا غادي ندير كلشي في رحبه. درت البيض وغادي درت عليه الزيت، الحليب، السكر، وشويه تاع لافاني، وغادي ندير كاس تاع الفارينه يكون معمر غايه، يكون بومبي، ونديروا عليه وحده تاع لا ليفور شيميك، ونضربوا كلشي بالميكسور. ما غادي نخلطوا كل حاجه وحدها، ما والو، كلشي نخلطوه في رحبه. شوفوا كما راكم تشوفوا غادي نزيد عليه الفارينه، غادي نزيد لا ليفور، وهنايا ماشي اوبليجي نغربلوا الفارينه تاعنا ولا ليفور، نديروا كلشي في رحبه بلا ما نغربلوا. ونجيبوا الميكسور تاعنا ونبداو نخلطوا كلشي في رحبه. وهنايا راني مشعله الفور تاعي على 180 درجه، ووجدت لي كيسه تاوعي في المول. كما راكم تشوفوا انا عندي هنايا هادو ليمول تاع السيليكون، وانتم ليمول اللي عندكم ديروا فيهم، ونفرغوا ديريكت من الطاس تاع الميكسور، ديريكت نفرغوا في لي كيسات تاعنا. وهنا ما نعمروهمش باسكو غادي يطلعوا لنا باش ما يفيدوش، نعمروهم النص، نخلو 3/4 هكا، نخلو النص تاع شويه تاع لي كيسات باش من كي يطلعوا ما يفيدوناش. وهنايا ديكور كيما تبغوا، اللي عندها كاوكاو ايفيلي، اللي عندها السكر، اللي عندها لي بيبيت، اللي عندها، المهم الحاجه اللي عندك ديريها. انا هنا كان عندي غير السكر، درت السكر. وهنايا شوفوا كي خرجتهم الفور، شوفوا كيفاش يجوا. وهنا ما عليا غير نقول لكم ما تنساوش تدعموني بجيم وكومونتير.